تفضل. أنا رسالتي لكل من يسمعني: اتق الله عز وجل ولا تأخذ إلا الشيء الذي تحتاجه. إخوان، يحدثني أبي رحمه الله عن أهل مصر أنهم من الثراء اللي كانوا يعيشون أهل مصر كانت تغسل شوارع مصر بالماء والصابون. يعني تخيل تغسل دولة كاملة شوارعها بالماء والصابون. ويذكرون لنا الثقات من الرجال الأوائل الأولى بأن المملكة العربية السعودية كانت تستقبل الزكاة من أفريقيا، بل كسوة الحرم كانت تأتي من السودان. ولا نشوف هذا أفريقيا الفقر الذي يعيشونه. سوريا إلى حد قريب وأنا حديث عهد بها تأخذ سفرة طويلة عريضة فيها جميع المأكولات والخضروات وطازجة، يعني تشم ريحة الطماط والخيار والجرجير وكذا، ما توصل 500 600 400 ريال سعودي، ما لذ وطاب. ولا نشوفوا أوضاع أهل سوريا من الفقر والجوع الذي يعيشونه. إخوان، المتأمل وأرجو أن لا يعني يضيق صدر من يسمعني، الدول التي سمحت بالحرام في بلدانها وبين أهلها وشعوبها أصيبت بهذه النكبات. الله سبحانه وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع وماذا؟ الخوف. مش الجوع فقط، لباس الجوع بما كانوا يصنعون. فلهذا نحن في المملكة العربية السعودية كل ما نخشى أن تزول هذه النعم، لأن قاعدين نشوف يعني أي واحد الآن منا ومنكم من المشاهدين والمشاهدات تسمعنا، لما يكون أمام بيتك برميل زبالة أكرمكم الله أو برميل نفايات، ما تزعل لأنه أمام بيتك فقط، لا، لأنه يرمى فيه من الأكل والرز والأشياء ما تزعجك أحيانا. ولا لو كل واحد حط في كيس أسود شيء بسيط. أنا أذكر أمي رحمها الله لما تزوجت أم مصعب، وأنا ما أقدح في أم مصعب لا، لكنها يعني هذا حال أي بيت سعودي طبيعة الحال. قالت لأمي مرة: يا حبيبي ترى بعض النساء ما تبالي، يعني لو خبز باقي فيه ربع ولا نص ولا ما أخذ منه قطعة صغيرة ترى يربون في الزبالة. فربها على منهج وعلى خط معين من الآن. انتبه للزبائن. شاهد في بدايات حياتي أنا ومصعب ما كان في إلا أنا وياها، يعني في كيف كل يوم زبالة أكرمكم الله والسامعين والشاهدين، كل يوم كل يوم كل يوم. في يوم من الأيام تحمست وفتحت الكيس، فعلا فتحته بكل ما تعني الكلمة، يعني دخلت يدي وقلبت وكذا، فوجدت يمكن 5 6 7 8 أرغف خبز صالحة للاستعمال ومرمية. أنا أنقل هذه التجربة حية من حياتي. وجدت جرجير وخس وكراث مرمي. طيب ليش؟ قالت نظفته وكذا والباقي. المهم اني اخذته وغسلته ورجعته في الثلاجه، والخبز اخذته وغسلته ونظفته وحطه في الفريزر. من بعدها الى هذه الساعه ما يرمى شيء في بيتي. اذا بقي اكل يغلف، اذا دائما سووا اكل اقول لها ينقص ما يزيد، سوي قدر المستطاع. اذا طلبوا شيء في المطعم، احيانا في المطاعم اذا رحت المطاعم تجد العيال يقول: بابا نبغى همبرجر، نبغى كباب واوصال وشكشوكه ورز وايدام وباب. تجد صفات كثيرة. تشوفون أنتم إخوان في المطاعم مع الأسف يكب الأكل سواء نظيف أو غير نظيف، ما دام أنه طلع من صحن يكب. فحاول قدر المستطاع أن هذا يعتبر في ذمتك. هو كان في ذمة صاحب المطعم، لكن الآن انتقل إلى ذمتك، خصوصا في البوفيه المفتوح. وأذكر أيام الحج الحجيج يجون ويعبون الصحون لكن يرمى نصه. في إخوان كل ما أنا خاف أن تزول هذه النعم. الكفر بالله عز وجل وبنعمه ما هو بس ترى في الإشراك به، وفي أحيانا حتى في النعم الإنسان يكفر بالنعم. يعني إذا كنا نسمع عن بعض الدول يلعبون بالطماط وبالخيار وبالبيض، ترى قاعدين يلعب بالرز واللحم بعد. فالإنسان يتقي الله. الشيخ عبد المحسن الحكير الله يحفظه وتحية له من هذا المنبر، سامحونا إخواني يعني ربما هناك ميثاق إعلامي ما نذكر اسماء لكن يستحق الشيخ. سوى جمعية اسمها جمعية حفظ النعمة. وجدوا في الرياض فقط، في الرياض، وأنا مش يعني دقيق في هالمعلومة لكن كأني بها، في الرياض فقط كل يوم يهدر 12 مليون وجبة تصلح للأكل. لا إله إلا الله. من مطاعم ومن كم عدد الشيخ؟ 12 مليون وجبة. لا. هل هو في اليوم في الأسبوع في كذا ما أدري، لكن رقم هكذا 12 مليون وجبة. بل في السنة يهدر أو في الشهر إلى الآن ما أدري
الحقيقة ما أخذت العلم صح، لكن يهدر 5000 ذبيحة تصلح للأكل اليوم في اليوم أو الشهر أو السنة، ما أدري اليوم مستحيل، لكن لا يا شيخ سكان الرياض 6 مليون. والله أنا ما أقدر أقول كذا عشان ما تحسب علي، لكن أذكر إن يعني 12 مليون وجبة، سواء في يوم في شهر في سنة، نتكلم عن 12 مليون وجبة صالحة للأكل تغذي 12 مليون شخص، و5000 ذبيحة ترمى. وانت تشوف في المطعم كيف يا أخي يجيك كذا يرمي الخبز، يرميه، انت ماخذ خبز 3-4 يمسك اللي انت ما اخذته يرميه. طيب ليش؟ هو صح كلامه، الناس ما راح تقبل انك ان تاكل بعدك في ظل هالامراض، ولا كل واحد يمسك شيء ما حيد. انا ما ارضى اكل بعد احد، لكن يا اخي ليش ما تاخذ اقل، واذا بغيت راح خذ اكثر. ترى يا اخوان ثقافة البوفيه المفتوح ثقافة عالية. الثقافة الخطأ هي ثقافتنا الموجودة، انك تحط الرز واللحم ثم تغرف تحط تكبونه في الوسط، ثم الكل يلغجغ فيه، ثم الذبيحة حتى الناس كانوا من اول ياخذون منها، لكن اليوم من تاخذ منها يا اخي؟ اليوم مش كيف تقبل تاخذ من لحمة لمسها واحد ما ادري وين كانت يده فيه، مدى نظافته. لكن ليش ما تصير الذبيحة مثل الفنادق؟ يا اخي اذا جاء ضيف حط الذبيحة في النص او قطعها وخلي كل واحد ياخذ اللي يبغى. نحن نحتاج إلى أن نطلق العادات والتقاليد اللي مش أخرتنا بس، لا نحن كل ما نخاف أن تزيل نعم الله عنا. فهذا اللي فرح بالوجبة الفقير. كم وكم من ناس تفرح. أبي رحمه الله يحدثني أنا، يقول أن أبي رحمه الله اللي هو جدي، أنه في يوم من الأيام باع حذاء من أجل يشتري بها رغيف خبز لأبنائه. يعني هذا حي أبي يقولها رحمه الله عن قصة واقعية، مش أنه والله من نسج الخيال. يقول أبي باع حذاءه في يوم من الأيام من أجل نشتري له خبزة، خبز فقط واحد. فيا إخوان ليس على الله بعزيز. أنا عندي أم عبد الله من حمص من سوريا، تحدثني عن قضايا في سوريا، عن بيت أعمامها وأخوالها والناس اللي كنا نشوفهم. تقول الآن مساكين ما يجدون ما يأكلون 3-4-5 أيام من الأحداث، بل تقول منهم من أطفال من مات جوعا. اسطوانة الغاز وصلت حوالي 600 ريال سعودي، ال4 حبات خبز وصلت حوالي 200 ريال. ووينهم إذا سوريا فقيرة من أول، كيف الآن في الأحداث؟ فيا إخوان ليس على الله بعزيز أن يذهب الله ما أعطانا من النعم وأن يبتلي ابتلى به غيره. فلهذا إخوان رسالتنا للمشاهدين والمشاهدات ولكم جميع الأمهات، اتق الله عز وجل، اتق الله. دعوا مش قضية ولا طلبات، لا اتق الله. سويتي شيء خليه يقل، بنت حلال لا يزيد، قدر المستطاع قللي، استفيدي. يحدثني أحد الثقات وأقسم بالله الذي يسمعني ويراني أنه يقول يا شيخ أنا جايب أرانب في بيتي من أجل أروح عند أصحاب الخضروات وأخذ الكوسة والجرجير والبامي والأمور بدعوى أني أحطها الأرانب وأنا أطبخها لأولادي. وحي يرزق في الرياض. طبعا نحن ما قاعدين نعرف السواليف هذه، نحن لأننا في نعم. وأقسم بمن أحل القسم أنه كان من أهل الملايين، والله وتالله وبالله أنه كان من أهل الملايين والذي يراني. والآن يقول أنا جايب أرانب على أساس أخذ الجرجير والخس والكراث والبامية أحطها لعيالي بدعوة عشان لا تفشل أمام المحلات اللي جنبي على أنها الأرانب. فاتقوا الله عز وجل معاشر المشاهدين والمشاهدات. تفضل. الله يجزاك خير. وإياك الله. أنا عندي موقف